متتبعي قناة صدى فاس تي، صباحكم سعيد وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، والتي نبعث فيها إليكم بأحر الأماني ممزوجة بأريج الورود والزهور الربيعية. توصلت هذا الأسبوع بفيديو رائع من طرف الكاتب الصحفي عزيز بكوش، عضو هيئة تحرير صدى فاس الورقية والإلكترونية، يسائلني فيه عن ارتساماتي حول مدينة فاس بين اليوم والأمس. وقبل أن أجيبه على هذا السؤال العريض الذي يتطلب صفحات وصفحات، نشاهد جميعا الفيديو الذي أرسله الزميل عزيز بكوش. صديقاتي أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة عندما تجالس إعلاميا قيدوما من حجم السي محمد بوهلال، فأنت بلا شك تحاول حوالي 5 عقود أو يزيد من التماس مع لهيب مهنة الصحافة وسيكولوجيا صاحبة الجلالة. عندما تجالس الحاج محمد بوهلال فأنت تتماهى مع هدير الطباعة وتعب التعامل مع الورق طيلة 5 عقود. عندما تجالس سي محمد بوهلال فأنت تتحدى بذلك ذاكرة قوية ملتهبة تستحضر بالأرقام مسارا طويلا متجاذبا في عالم الصحافة والنشر والإعلام بمختلف تجلياته وتجاذباته. عندما تجالس محمد بوهلال فأنت تتماهى مع مشوار مزدحم تتكتل وتتقاطع فيه الصدمات مع الأعطاب النفسية وتتناسل بالشراسة مع مشاكل المجتمع وقضاياه. وحده محمد بوهلال خلال أكثر من 50 سنة يروض هذه الأعطاب ويتفاعل معها كي يجعلها تعبر بسلاسة إبداعية، تتخذ لنفسها جنسا أدبيا كالعمود والمقالة تارة، وتتطور وترتقي في لحظات أخرى لتتخذ شكل استطلاع أو تحقيق أو حوار صحفي، فيأتلف الجميع ويتغنى بفاس والوطن تاريخا مجيدا وعريقا. عندما تجالس إعلاميا وصحفيا حقوقيا وسياسيا أيضا، فأنت تجالس شخصا يقاوم الانتكاس بالانتكاس وتقاوم أو تجالس مسارا طويلا من التدوين. هذا التدوين الذي تعجز مئات الصفحات الضوئية عن تسجيل ما تزخر به من وقائع وهزات، مسار طافح بالأحداث عبر شريط يمتد من الصور، فيه الدراما، فيه الفرح، فيه المآسي، فيه التراجيديا، فيه الكوميديا، فيها النضال، فيها الانتصارات أيضا، فيها الأمجاد وفيها الأشياء الجميلة. أشياء جميلة كما قلنا تتخذ الرواية وتتخذ أيضا الرواية يعني صوتا وصورة، كما هو الآن في تجربته الأخيرة على قناته في منصة اليوتيوب، قناة صدى تي. هذا المسار التاريخي والفني الزاخم يمتد إلى عقود طويلة فعلا.
هذه العقود جعلت الرجل يشكل نوعا من الحياة طافحة بالأمل، أمل يتدخل فيه المناضل بالكاتب وبالإعلامي وبالصحفي وبالسياسي وبالحقوقي والمناضل ليشكل مدرسة متفردة، مدرسة يعني تشبتت بالقيم الأصيلة كما تعلمناها جميعا من مدرستنا الوطنية اللي هي الاتحاد الاشتراكي، وبعدها المنبر الرائد صدى فاس المستمر على مدى سنوات، والذي توقف لأسباب تقنية يطول المقال في شرحها. ولأن مدرسة بهذا الزخم لابد أن تكون نبراسا ونموذجا فريدا يستلهم أثره ويقتفى. فتحية لهذا الرجل مناضلا، إنسانا شهما، صحفيا، إعلاميا، سياسيا، وإنسانا في نهاية المطاف. شكرا لكم. عندما نريد الحديث عن فاس فإننا نحتار من أين نبدأ وأين ننتهي، علما أن فاس استطاعت أن تحافظ على طابعها العمراني المميز، وهي المدينة التي احتضنت المسلمين واليهود الذين فروا من الأندلس، حيث حمل المطرودون معهم معالم الحضارة العربية المتألقة بكل مكوناتها الثقافية والعمرانية والفنية والصناعية. وبذلك أصبحت فاس أرضا للتعايش والتسامح، كما أصبحت مركز إشعاع ثقافي بفضل جامعة القرويين. سؤال زميل عزيز باكوش يدفعني للحديث أولا عن السياحة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في اقتصاد مدينة فاس، فقد تحولت شوارعها الرئيسية إلى مسارات سياحية انطلاقا من أبوابها المعروفة، علما أن المنعشين السياحيين ساهموا في إنقاذ كثير من دورها الآيلة للسقوط وحولوها إلى قصور للضيافة تستهوي السياح الأجانب الذين يفضلون الحياة في غرفها وصحونها المزخرفة بالفسيفساء والرخام، مستمتعين بما أبدعه الصناع التقليديون من نقوش جبسية وخشبية ونافورات تنبعث منها مياه رقراقة تردد أعذب الألحان، زيادة على الاستمتاع بما لذ وطاب من الأطعمة المغربية الشهية المتنوعة. غير أن ما يخدش هذه الصورة الجميلة هي بعض السلوكيات، ذلك أن مجموعة من الدخلاء يضايقون أحيانا الزوار والسياح على السواء، رغم ما تقوم به الشرطة السياحية مشكورة في محاربة هذه الظاهرة. وكما هو معلوم فإنه تم نقل الصناعات الملوثة منها النحاسيات والفخار إلى خارج المدينة بالحي الصناعي المحدث بحي بن جليق، كما أن المشاريع الملكية الخاصة بإعادة هيكلة المدارس والفنادق المدينية ودار النفار وغيرها من المآثر ساهمت مساهمة قوية بالدفع بالسياحة الفاسية. هذا ويستحيل مرور السيارات في أزقتها الضيقة
حيث لا زالت الدواب الوسيلة الرئيسية لنقل البضائع والسلع، وكذا حمل النفايات المنزلية. ومن المظاهر التي اختفت بفاس العتيقة ظاهرة زرزاية، وهم رجال أقوياء أمناء كانوا يفيدون إلى مدينة فاس بنوطات الحاج بإقليم بولمان، ويتخذون من أدرج سوق الصيف الداعي الصيف أماكن خاصة بهم، حيث يلبون طلبات المتسوقين من خضر ولحوم وفواكه، ويحملون القفف الممنوءة إلى منازل السكان حسب الطلب. كما كانوا ينقلون زينة العرائس من أفرشة وخمائل وغيرها من الضروريات إلى بيوت الزوجية. هنا كانت يعني في الحقيقة أن لما تتقاضى العروس مهرها تقوم العائلة بخياطة الأفرشة التي تستعمل في استقبال الضيوف الذين يريدون لتهنئة العروسة، والذي تستقبلهم دائما باستمرار. بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الزرزاية كما قلت كانوا أيضا يقومون بحراسة كثير من الأسواق العتيقة القديمة كسوق العطارين وقيصرية الكفاح وغيرها ليلا، حيث كانت في ذاك الفترة السابقة كانت يعني الأسواق في الليل تغلق أبوابها، تقوم زرزاية بحراستها. كما لم يعد وجود للصحافة الذين كانوا يجعلون من سوق الحنة بسوق القشاشين مكانا خاصا بهم لاستقبال أخبار الموتى لنقلهم إلى مثواهم الأخير. ولم نعد نسمع عنهم أخبار بعد أن أصبحت سيارات الإسعاف تصل إلى الرصيف والزحون والطلعة لتقوم بمهامهم بفضل إحداث مداخل للمدينة العتيقة. أما بالنسبة للمعمار فقد تكلمتم عليه أخي عزيز في مراسلتكم، حيث اكتسح الإسمنت جنانات وجل الأراضي الفلاحية المحيطة بالمدينة دون الاهتمام بالمجال الأخضر وملاعب الأطفال وكذا ملاعب القلب في التجزئات المحدثة. ويدفعنا الحديث عن الصناعة التقليدية التي تشتهر بها فاس كالنحاسيات والخزف والنسيج والجلد وغيرها، فإنها لا زالت محافظة على طابعها وأصالتها، غير أن هناك صناعات أخذت تنقرض في طليعتها النسيج الحريري وصناعة المشط التقليدية من قرون البقر والماعز والقباب الخشبية التي كانت تستعمل في الحمامات التقليدية. لكن بفضل المجهودات الجبارة للمدير الجهوي للصناعة التقليدية السيد عبد الرحيم بن خياط مشكورا، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، تم إنقاذ هذا الموروث الذي يعد من التراث اللامادي المغربي. ورغم أن المجال الثقافي عرف قفزة نوعية بفضل إنشاء عدد من دور الشباب والمديرية الجهوية للثقافة، لكن مع الأسف إن الثقافة بصفة عامة عرفت نقوصا ملحوظا، وأفل نجم المثقفين أمام بزوغ أصحاب المال والشكارة. ويدخل ضمن هذا المجال الإعلام بصفة عامة بكل أجناسه، وخاصة الإعلام المكتوب الذي كان يؤثر تأثيرا قويا في الحياة الاجتماعية، حيث كانت المقالات البناءة
تثير ضجة كبرى، حيث يستدعى الصحفيون من طرف السلطات لاستفسارهم عن مضمون مقالاتهم. أما اليوم فقد طغت الصحافة الهجينة مع انتشار المواقع الإلكترونية، وأصبح المواطنون مع الأسف مبرمجين من طرف أصحاب تلك المواقع التي تنقل الأخبار المثيرة، ولم يعد القراء يهتمون بقراءة المقالات الهادفة، وبذلك أقفلت الصحف الجاوية بفاس، ودخل الإعلام الوطني المكتوب في غرفة الإنعاش. قلت ودخل الإعلام الوطني في غرفة الإنعاش. والحديث عن المجال السياسي بفاس حديث ذو سجون، فقد عرفت التجربة الجماعية بفاس سابقا ولسنوات عديدة التناوب على تدبير الشأن المحلي بين الحزبين، الحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ورغم الهفوات ترك الحزبان بصمات ومنجزات هامة على مستوى البنية التحتية والإنارة العمومية والمجال الأخضر والثقافة والاستثمار. وفي عهد المجلس السابق على عهد العدالة والتنمية فإن فاس لم تعرف منجزات تذكر. وعلمنا مؤخرا في تصريح لأحد السياسيين المعروفين بفاس أن السلطات المحلية كانت تعرقل مشاريعهم. أما المجلس الحالي فلا زال يتلمس طريقه، وساكنة فاس تعقد عليه آمالا كبرى في شتى المجالات، سواء في البنية التحتية أو الاستثمار. ختاما، أتمنى أن أكون لامست بعضا من واقع فاس بين الأمس واليوم، وأغتنم هذه المناسبة لأهنئ باسم طاقم تحرير قناتنا زميلنا عضو هيئة تحرير جريدة صدى فاس وقناتها الشاعر القاص إدريس الوغيش على نيله شهادة الدكتوراه مؤخرا بميزة مشرف جدا في موضوع الزمن في الشعر المغربي المعاصر، الجيل الأول نموذجا. إلى هنا أعزائي عزيزتي تنتهي هذه الحلقة آملا أن تكون راقتكم وأن تكونوا قد استرجعتم بعضا من ما كانت تعرفه هذه المدينة. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وفي موضوع آخر، ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.